في ناس حوالينا وجودهم بيستهلك طاقتنا، بيشكونا في نفسينا وبيخلونا نحس إننا دايما غلطانين. ساعتها بنسأل نفسنا يا ترى المشكلة فيا ولا في العلاقة دي؟ النهاردة هنتكلم عن العلاقات السامة، وهنعرف إزاي نتعامل معاها بدون ما نخسر نفسنا. أولا، إيه هي العلاقة السامة؟ العلاقة السامة مش شرط تكون عنف أو ضرب، ممكن تكون كلمة بتكسر، تجاهل متكرر، استهزاء أو تحكم زيادة عن اللزوم. فيها دايما شعور إنك مش كفاية وإنك لازم تثبت حبك أو ولائك طول الوقت. علامات العلاقة السامة: 1. الطرف الثاني دايما بينتقلك. 2. بيخليك تحس بالذنب لما تطلب حقوقك. 3. مفيش تعاطف، كل حاجة عنهم هم. 4. بتحس بتوتر كل ما تقرب منهم، كأنك ماشي على قشر بيض. طيب إزاي تتعامل؟ 1. اعرف حدودك، لازم تبقى عارف انت مستعد تتحمل ايه وايه اللي لا. ارسم حدود واضحة وقول لا لما تحس ان في حاجة بتأذيك. 2. ما تبررش كتير، لو دايما بتحاول تشرح نفسك تعرف ان في حاجة غلط. الشخص الصح هيسمعك من غير ما تضطر تبرر كل كلمة. 3. قلل التفاعل، لو مش قادر تبعد تماما حاول تقلل التواصل، ردودك تكون قصيرة، مش لازم تشارك كل حاجة، واحمي مساحتك النفسية. 4. اطلب دعم، اتكلم مع حد موثوق فيه أو معالج نفسي، مش لازم تواجه كل ده لوحدك. 5. لو تقدر تبعد ابعد، في علاقات ما ينفعش تتصلح، وساعتها البعد بيكون الحل الوحيد عشان تقدر ترجع لنفسك، فاكر إنك تستاهل علاقة فيها احترام، أمان وراحة نفسية. مش لازم تعيش طول الوقت في حرب، أوقات السلام بيبدأ لما تقفل باب وتفتح باب تاني لنفسك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك، وقول لنا في الكومنتات هل سبق وكنت في علاقة سامة وإزاي خرجت منها.